هلو هلو يا بنات، ازيكم عاملين ايه؟ انا مريم عوزة ودي قناتي. انا بعمل محتوى بيتكلم عن الحب، الارتباط، الاعجاب، الكراشات، الجواز، الخلفة، الحمل، العلاقات العاطفية والعلاقات الإنسانية والصداقات والأسرة. كمان بعمل ريفيوهات عن الحاجات اللي أنا بجربها، سواء كان برفيومز أو سكين كير أو أي حاجة أنا بجربها. فلو أنتي مهتمة بالمحتوى ده ما تنسيش تعملي تحت سبسكرايب. يلا بينا نبتدي الفيديو. الفيديو النهارده بعنوان يا ترى انا ليه نفسي بتهون عليا قوي كده. عايزاه نفتكر مع بعض فيلم جميل قوي لاحمد السقا ومنى زكي، وهو فيلم تيمور وشفيقة. لو انت مش عارفه الفيلم ده فانا احب ان انا افكرك بيه. تيمور وشفيقة كانوا اتنين جيران عارفين كل حاجه عن بعض، وهم اسرهم كمان اصدقاء، وكده كده كانوا هيرتبطوا ببعض او هيتجوزوا. تيمور وشفيقة. شفيقة جت استأذنت من تيمور، اللي هو بالمناسبة ملوش أي صفة في حياتها غير إن هو ابن الجيران، إن هي عايزة تطلع يومين الغردقة مع صحابها، لكن هو رفض. فهي راحت من وراه، فهو راح قفشها وراح منزل التليفون كده وهو بيكلمها، قال لها شفيقة، راحت هي رمت التليفون من إيديها. المشهد ده بيتكرر كتير قوي في حياتنا للأسف، وانتي بتقعدي تبرري وتحايلي وتترجي وتبوسي ايد ورجل اللي قدامك وبرضه قلبه ما بيحنش. انا قريت قبل كده عن واحده كانت بتتذلل لخطيبها ان هو يسامحها، عشان بس هي كانت في جروب تبع الجامعة. يعني هي في الجامعة، فكان في جروب تبع الجامعة، فهي كانت موجودة من ضمن الجروب ده بتشتغل في مشروع التخرج، وكان في ولدين وهو كان رافض أي احتكاك بين الولاد وبينها. دخلت الجروب ده لأن ده الجروب اللي كان فاضل، فهو كان فيه ولدين فهو رفض. وازاي هي تخش الجروب ده؟ كان المفروض تسقط وتعيد السنة، ولا ان هي تخش الجروب ده. المهم ان الولد ده او خطيبها قفشها وبهدلها قدام الناس في الجامعة واتخانق معاها، فسخ الخطوبة قدام الناس كلها. ما فرقش معاه شكلها، ما فرقش معاه كرامتها، ما فرقش معاه حاجة تخصها، هي ما كانتش فرقاله، لان هو راح وسط الناس اهانها. موقف زي ده لو اتعمل معاكي انت المفروض هيبقى رد فعلك ايه؟ معرفش. بس البنت دي بدل ما تاخد رد فعل جريت وراه وقعدت تتذلله وتمسك في ايده وتشد هدومه. هو كان بيرفضها بشكل صعب، لغاية لما ركبوا مع بعض الميكروباص وهي ركبت جنبه وابتدت ان هي تتحايل عليه وتعيط وتتوسل وتتذلل عشان هو يسامحها، لكن هو ما كانش مديها اي اعتبار، وكل اللي كان بيقوله لها قومي من جنبي، مش طايقك، والكلام السلبي اللي الناس بتقوله. لكن هي ما بطلتش ووطت على ايده وبستها ووطت على رجله وبستها، كل ده عشان بس يسامحها. وهي كانت بتسأل هو انا ازاي هونت على نفسي كده؟ ازاي ما حميتش نفسي؟ ازاي سمحت ان انا اتهان واتذل بالشكل ده؟ ازاي سمحت بده كله؟ وكان ده سؤالها. احنا اوقات بنسأل الشخص اللي قدامنا لما بنكون بنعيط او في وقت ضعف، هو انا ما بهونش عليك؟ وبتبقى اجابته ما بتهونيش عليا. لكن هل احنا بنسأل نفسنا هو انا هاينة على نفسي للدرجة دي؟ انا عارفة ان انتي ممكن تكوني بتعيطي قدام حد وتقولي وانا ما هونتش عليك، فيقولك لا، او ما انتي ما تهونيش على حد ويطبطب عليكي، او ممكن يقولك هونتي عليا بكل وقاحة. انا ماليش دعوه بالناس، هونتي عليه او ما هونتيش عليه ايا كان هو ده مين، جوزك، خطيبك، شريكك، باباكي، مامتك، ولا يعني لي. انا مشكلتي ان انت بتهوني على نفسك. وليه بتهوني على نفسك اصلا؟ طلع ان احنا بنهون على نفسنا عشان من زمان واحنا صغيرين اتربينا على كده. ماما كانت بتنغزك وانت صغيره لما بتعملي حاجه غلط، بتهزقك قدام الناس، بتضربك وانتوا لوحدكم. انت نفسك وجسمك وروحك ما كانتش متربيه ان هي عزيزه، كان بيهون عليها انها تضربك، كان بيهون عليها انها تهزقك قدام الناس. مامتك بقى، باباكي، اخوكي الكبير، اوقات حتى ماما ما بتبقاش بتضرب او ما بتعملش حاجه بتزعل، لكن هي بتسمح لاخويا ان هو يضربني، تسمح له. ولما انا بتكلم تقول لي ما انت اللي استفزتيه،
ما انت اللي استفزتيه. ما انا بكبر ما بيبقاش عندي ليميتس، ما بيبقاش عندي حدود، ما بعرفش اعمل حدود. اصل انا مباحه، اصل انا عادي ان حد يعتدي عليا، حد يضربني، حد يهني، فطبيعي ان انا ببقى مباحه. فلما بيبقى موقف زي ده وواحد يجي يبقى خطيبي ويجي يقول لي انا عايزه اسيبك، بترجاه، بتذلل له، والنبي ما تسيبني، عشان انا ما اتربيتش على الحدود. تقريبا ده السبب الرئيسي الوحيد في ان احنا ليه بتهون علينا نفسنا. بس زي ما احنا متعودين ان دايما وابدا عمر الوقت ما كان متاخر، وان انا هفضل اتعلم حتى لو انا عندي 100 سنه. فانا عايزاكي دلوقتي تفكري مع نفسك، يا ترى فعلا انا اتذللت لحد قبل كده عشان يفضل معايا، عشان ما يسيبنيش، عشان انا محتاجاه، عشان أنا بحبه؟ يا ترى انا فعلا هنت على نفسي قبل كده؟ يا ترى انا فعلا كنت مقدره حد على حسابي وعلى حساب نفسي وعلى حساب ثقتي بنفسي وعلى حساب شكلي وعلى حساب كل ده؟ يا ترى انا فعلا كنت هضحي بحاجه غاليه زي دراستي او زي شغلي او زي اي حاجه من دي عشان خاطر حد هو ما قدرنيش وهو ما قدمش تضحيه مقابل التضحيه اللي انا قدمتها؟ لو اجاباتك ف ايوه انت بتهوني على نفسك، لكن الوقت عمره ما كان متاخر. فانا دلوقتي هقولك لو انت فعلا من الناس دي وتعرضتي لحاجه زي دي، ازاي تصلحي نفسك. في ناس اول ما بتتعرض للاهانه بتدور على حاجه من الاتنين، يا اما ازاي احافظ على كرامتي، يا اما ازاي اخلي الشخص ده ما يبعدش عني. وفي الحالتين لا. في حاجه كده لو فهمتيها هنحل كل المشاكل بتاعت الكرامه، وهي ان محدش في الدنيا هيحافظ على كرامتك انت غيرك انت. كرامتك بتاعتك انت، فما تطلبيش من حد ان هو يحافظ على كرامتك، اطلبي ده من نفسك بس. الناس عمرها ما هتعرف قيمتك من كلامك، ان هو انا قيمتي كبيره، انا عظيمه، انا خطيره. الناس هتعرف قيمتك من حدودك، انك حاطه حدود ما ينفعش حد يتخطاها. عارفه، انا مش عايزاكي تعملي حدود بخط ولا خط احمر ولا الكلام ده، انا عايزاكي تعملي خط بجاز وتولعي فيه، عشان لو حد بره الحدود دي فكر يخش يتحرق. وافتكري ان لو كل مره حد قالك انا مش عايزك، انتي مش كويسه، او اهانك او شتمك او قل منك، انتي حاولتي توضحي له لا والله ده انا كويسه، لا والله خليك، لا والله ارجوك. لو كل مره حاولتي تصلحي الموضوع ده، لو كل مره انتي حاولتي تصلحي العلاقه دي، فبالمناسبه هي عمرها في حياتها ما هتتصلح، وانتي هتخسري ثقتك بنفسك وهتخسري علاقتك انتي بنفسك. هو انتي عايزه كده؟ عايزه تخسري علاقتك بنفسك اللي هي بالمناسبه اقوى علاقه في الكون في حياتك؟ اول حاجه هنعملها هو ان احنا هنفصل بين قيمتي وبين راي الناس فيا. يعني الراجل اللي انا كنت بتكلم عنه اللي راح شتم البنت اللي في الجامعه، فهو شتمها لان هو شايف ان ازاي وازاي هي واقفه مع 2 شباب وسط 18 بنت، لا هي ما ينفعش. فقال لها انتي مش متربيه في بيت فيه راجل. هي كلمة توجع طبعا، وخصوصا لو من حد قريب مني او حد عارف تفاصيل حياتي وتفاصيل بيتي. لكن هنا انت لازم تفصلي كويس قوي بين الكلام اللي هو قاله وبينك انت كفرد او انا كمريم. لان معنى ان هو قال لي او اهني او شتمني فده ما بيعبرش عني، ده بيعبر عنه هو. هو شايف الدنيا من منظوره هو عايش في حياته هو عنده غضب، هو بيعبر عن غضبه، هو بيعبر عن الأنا بتاعته، مش بيعبر عني أنا حاجة تانية. أنا ولا هو ولا ألف حد غيره يعرف يقيمني، أنا بقيم نفسي. وجاي يعمل لقطة أو يعمل شو بيرد رجولته، اللي هو بالمناسبة لما يعمل كده يبقى عنده خلل في رجولته. فافصلي في دماغك إن لأ، هو مش بيعبر عني، هو بيعبر عن نفسه. فهو واحد جاهل رجعي جه قال كلمتين ومشي، بس انا ماليش دخل بالموضوع. تاني حاجة، ما تطلبيش مكان في قلب حد هو مش موجود. ما تطلبيش اصلا. اللي يقرر يمشي ويسيبك سيبيه يمشي، اللي يقرر ان انتي وحشة في روايته سيبيه يشوف اللي هو عايز يشوف. اصل انا مش هشتري الحب في قلب الناس، ولا هبقى بجبره ان هو يكمل في علاقة هو رفضها، حتى لو هو باني أفكاره وخيالاته على مبدأ غلط. أنا مش هصلح دماغه
ولا هصلحه ولا هصلح قلبه، مش شغلتي. I can't fix him. والله احنا ما بنفكسش اي حد، ما بنعرفش نفكس حد، مش هنصلحهم. هو شايف كده خلاص، يلا اتفضل. انا مش بدور على مكان جوه قلبك، انا مكاني جوه قلب الشخص اللي يستاهلني، قاعد ومتعان ومستنيني، فشكرا. تالت حاجة، في حاجة انا ما كنتش فاكرة ان هي قوة، انا كنت فاكرة ان هي ضعف، وهي اني بسكت في الوقت اللي لو اتكلمت فيه ههين واتهان. يعني لو انا بتعامل مع شخص والشخص ده بيجرحني بالكلام، فانا في دماغي دلوقتي ان انا هقول له كلام هيجرحه بالكلام، فهو هيرد عليا بكلام جارح. انا هنا قلت من قيمتي وقلت من نفسي واهنت نفسي بردي انا على الاهانه. حتى لو انا هين الشخص اللي قدامي فانا اهنت نفسي. انا ما استاهلش ان انا اكون قاعده في منافسه مين هيهين التاني اكتر ومين هيقل من التاني اكتر، لان احنا الاتنين هيتقل بينا. لكن لما اتعرض للاهانه او حاجة زي المثل اللي أنا قلته، إن هو دخل شتمها ومشي، فأنا أسكت والتزم الصمت، أنا كده بعلي من قيمتي. لأن أي كلمة في الموقف ده لو أنتي قلتيها هتبقي بتهيني نفسك. أي كلمة لو أنتي ترجتيه هتبقي بتهيني نفسك. لو انتي بوستي ايده هتبقي بتهيني نفسك. ولو انتي دافعتي عن نفسك وزعقتي عشان دي كرامتك وازاي هو يتعامل كده، برضه هتهيني نفسك، لان هو مش هيسكت. وهتبقوا داخلين انتوا الاتنين في منافسة، مين فيكو بيعرف يجرح التاني اكتر، مين فيكو هيخلي التاني ما يعرفش يطير. واعتقد هو هيكسب. فالأحسن ليكي في موقف زي ده لو اتحطيتي فيه في يوم من الأيام إنك تقفلي بقك وبس. رابع حاجة، اوعي تجري ورا حد أو أي حد عشان تطلبي منه الاعتذار أو عشان تعتذري. أنا ما بستناش من حد يعتذر. لو حية قرصتني وحطت سمها جوه جلدي أنا مش هستناها تعتذر، لأن هي حية. لو حد أذاكي ما تستنيش أبدا إن هو يعتذر. وبجد هتوصلي للراحة الحقيقية لما تبطلي تستني حاجة من حد. تجريش ورا حد عشان تعتذري له. اللي عايزك هو اللي هيجري وراكي وهيقولك أنا زعلان منك عشان كذا كذا، ووقتها لو انتي اعتذرتي أو شكرتيه على حسن تفهمه هتعدي. لكن لو جريتي وراه وتحايلتي عليه عشان خاطر يسامحك، عمره ما هيسامحك. خامس حاجة، ودي أنا اتعلمتها في سن 31، ومن أحلى الحاجات اللي أنا اتعلمتها، خليكي دايما مستعدة تخسري أي حد، واوعي تفكري تخسري نفسك. في ناس بتخاف من الفراق، تخاف تتساب، عشان كده بتفضل قاعدة ومكملة وبتقبل الإهانة. في ناس بتخاف من الوحدة فبتيجي على كرامتها. بس لو فكرتي فيها هتلاقي إن الوحدة بتوجعك شوية في الأول، لكن لو فقدتي احترامك لنفسك هتفضلي موجوعة طول عمرك. حطي قدامك كده دايما إن أيا كان الشخص ده، مهما كان هو مين، أنا ممكن إن أنا أخسره. مهما كان هو مين على وجه الأرض أنا ممكن أن أخسره. اعملي حسابك إن أنتي تخسري أي حد مهما كان هو مين في أي ظرف، لأن أنتي عظيمة وقوية وتقدري تخسري أي حد هيجي عليكي، هيدوس على طرفك، هيهينك، هيجي على كرامتك، هيأذيكي، هياخد منك فلوسك، هياخد منك صحتك. أي حد تحسي جنبه إنك مش مرتاحة تقدري ان انتي تبعدي عنه. يعني شخص جه حياتك ملى الفراغ اللي كان جوه حياتك، وبعدين ابتدى يبتزك، وبعدين ابتدى ياخد تاني نفسه وينسحب ويسيب لك الفراغ الكبير ده. انتي وقتها بتحسي بالوحدة، بتحسي بالعجز، فوقتها انتي بتضطري ان انتي تمسكي فيه. طب انت عايز ايه؟ طب انا هعملهولك، انا مش هزعلك، انا هعمل اللي انت عايزه. طب انا عايز صور ابعت، طب انا عايز شات اعمل، طب انا عايز مكالمة تليفون، حاضر. فبتدوسي على نفسك وعلى قيمك وعلى تربيتك وعلى نفسك عشان ما يمشيش ويسيب فراغ. بس برضو مهما تعمليه هو هيمشي ويسيب فراغ. فعايز يمشي، اخسريه وانتي كسبانة نفسك. سادس حاجة واخر حاجة، عززي نفسك. كلمي نفسك باحترام قبل ما تستني الناس تكلمك باحترام. يبقى انا ازاي هعزز نفسي؟ يعني ايه اعزز نفسي اصلا؟ يعني اهتم بصحتي،
بجسمي بشكلي، هحقق حتى لو انجاز بسيط، زي انا هغسل النهارده اسناني مرتين في اليوم. ده بيدي لمخك اشاره كده ان انا عملت الحاجه اللي كانت مطلوبه مني النهارده، انا انجزت، انا استحق، انا كويس. ولازم نفرق بين ان انا عندي كرامه وان انا عنيده وصوتي عالي بتاعت مشاكل. الكرامه انك تبقي عارفه امتى تتمسكي بحاجه وامتى تسيبيها، تعرفي امتى تتكلمي وامتى تسكتي، امتى تقفي في ظهر حد وتبقي بنت اصيله وامتى لازم تمشي. وافتكري دايما ان الراجل اللي قلل منك مره مش محتاج فرصه تانية، هو هيفضل يقلل منك طول العمر. عايزاكي يبقى عندك مبدأ واحد في حياتك، ان الشخص اللي هيجي يخسرك وواثق ان انت هتفضلي قاعده مستنياه، الشخص ده هو انت وبس. مفيش حد تاني هيخسرك وهيرجع يلاقيكي ابدا غير نفسك وبس، لان هي الوحيده اللي تستاهل. عشان لو انا هنت على نفسي ههون على الناس كلها، ولو انا عززت نفسي هبقى عزيزه على الناس كلها. ولما انا اعزز من نفسي حتى اللي هيخسروني بعد شويه هيعرفوا قيمتي وهيجوا هيحاولوا يرجعوا لي، بس هيكون خلاص انا مشيت. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده عن قيمتك. لو سمحتي قدري قيمتك وما تخليهاش تهون على حد. انا مستعده كل الاستعداد انك تكتبي لي تحت في التعليقات ايه هي مشكلتك وايه الموقف اللي حصل لك وامتى حسيتي ان انت هاينه على الناس وهنتي على نفسك. اكتبي لي ده تحت في التعليقات وانا هسمعك وهحاول ان انا اساعدك، انا وكل البنات اللي بيتفرجوا علينا. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عندك واحده صاحبتك بيهون عليها نفسها، من فضلك ابعتي لها الفيديو ده. وبس كده، شكرا جدا على وقتك.